عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم ان البيع هو اصل المشكله. جذر البيزنس عشان يكبر ان يبقى فيه براند، والمشكله الاكبر ان احنا فاهمين البراند غلط. في مفاهيم اساسيه محتاجه ان هي تبقى واضحه لينا في البراند. واحد، ان البراند مش اللوجو اللي انت بتقدمه، ان البراند مش الشكل واللوجو اللي ظاهر للناس، ان البراند مش مقتصر على اللوجو فقط. رقم 2، ان البراندنج مش جزء من التسويق، ده جزء لوحده منفصل محتاج ان انت تشتغل عليه بوضوح. رقم 3، ان البراندنج هو عمليه مستمره ومش بنعملها اول مره بس علشان احنا طلعنا الايدنتيتي وطلعنا اللوجو وطلعنا البيزنس كارد فاحنا بنقف عند الحته دي. البراندنج عمليه مستمره بتفضل مكمله معانا زي الماركتنج وزي السي. رقم 4، ان احنا نبقى عارفين كويس قوي ان البيع نتيجه للبراند، وان البراند الاصل بتاعه اهم حاجه تقيس بيها البراند قيمه البوند اللي بينك وبين الكاستمر، قيمه الثقه اللي بينك وبين الكاستمر، قيمه العلاقه اللي بينك وبين الكاستمر. كل ما ده زاد البيع بقى نتيجه، والنتيجه زادت لوحدها. رقم 5، ان البراند مش المنتج اللي انت بتقدمه، البراند هو البراند نفسه والشركه نفسها وارتباط العميل بالشركه نفسها مش بالخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه. فقبل ما تسال ليه المبيعات قليله، اسال العميل بيحس بايه وهو بيسمع اسم البراند. فالبراند محتاج تغير مفهومك عنه وتشوفه ان هو مش رفاهيه، هو اساس الاستمراريه. فابني براند صح والمبيعات هتبقى نتيجه وتحصل لوحدها.